عبد الله السعيد كان عارف انه هيتباع ومش هيلعب تاني للنادي الاهلي. هو بيقول كده، عبد الله بيقول كده، ان انا قلت لهم انا همضي بس مش عايز العب في الاهلي. مستشار تركي آل الشيخ قال له هتلعب في نادي سعودي، واداله فلوس مقابل فلوس يرجعها لنادي الزمالك، وفلوس مقابل لعبه النادي سعودي. عبد الله سعيد مش هيلعب في الاهلي، هيلعب في نادي سعودي خلاص، وبنسبه 90% هيكون اهلي جده السعودي. مؤمن زكريا هيرجع، وعبد الله السعيد هيروح. بحبك في الله، انا اسماعيلاوي موجود فيك وبستناك يوميا. ابو يحيى، ومبروك النادي الاسماعيلي الفتره الاخيره ماشي. هو الدليل ايه؟ الدليل ايه؟ ان عبد الله السعيد، النادي الاهلي ليه ما جددش لعبد الله السعيد؟ مدد عقده عشان عارف ان هو ماضي في الزمالك. لكن لما جه مع احمد فتحي مدد لاحمد فتحي؟ لا، ما مددش لاحمد فتحي، جدد لاحمد فتحي. ما هو انت الطبيعي والمنطقي ان انت تجدد للاثنين لعيبه، لكن انت عرفت ان عبد الله مضى للزمالك، فنطلع من الزنقه دي ازاي عشان نوثق التعاقد؟ فبنمدد لعبد الله السعيد، لكن نيجي عند احمد فتحي نجدد لاحمد فتحي لانه ما مضاش في نادي تاني. آه، آه، بكره صفقة القرن؟ مفيش صفقة بكره، دي وجهة نظري. خلاص، كانت صفقة القرن هي عبد الله السعيد، ولغاية دلوقتي ما رجعش ال 40 مليون جنيه. من غير مجاملة، كابتن، رغم ان كابتن شوبير نفسه في اعلاميا اما بيطلع بيقول ضد اي لاعب يمضي في ناديين، لكن خارج الهوا هو حب انه يساعد ناديه اللي اتربى فيه، وكان عايز يحافظ على عبد الله وما يروحش النادي الزمالك باي طريقه، وعارف ان عبد الله ماضي في النادي الاهلي، ورغم كده مضى عبد الله في نادي الزمالك، ورغم كده مضى عبد الله في النادي الاهلي حبا واحتراما للنادي اللي هو متربي فيه. كابتن خالد، انا اهلاوي بقول لك الخطيب والقعي فشلوا في التعاقد مع عبد الله فتحي. آه، انا شايف ان رضا عبد العال راح لمصلحته، انت ما كنتش معاشر فانت بتشوف دلوقتي. خالد، فك البلوك عن شادي صبري. بصوا يا جماعة، أنا بحترم كل الناس وأنا ما عنديش أي مشكلة في الانتقاد. إحنا عندنا في التلفزيون أو في الراديو ناس بتطلع تنتقدني عادي يعني، ونقعد نتناقش وعلى فكرة على الواتساب بقعد أتناقش مع ناس كتيرة جدا وأهلاوية، ونقعد نتناقش بالنص ساعة، ورد عليا ورد عليه، طالما النقاش فيه أدب واحترام مفيش مشكلة. لكن أنا ما بعملش بلوك إلا حد بيخرج عن النص أو بيقل أدبه